بقول لك يا ست هاني اسمعيني كويس. انا تعبت بام المصاريف دي اللي كل شويه بتخلص. بقول لك ايه يا اخويا، وانا بطلب حاجه لنفسي كل حاجه لعيالك، هم عيالك بيبطلوا طلبات. كل شويه تقولي لي عيالي عيالي، يا ست زهقتيني بام عيالي دي. لك يا اخويا اسمع، ما كانش عاجبك الموضوع ده انا اسيب لك البيت وامشي وسايبه لك عيالك. سايبه لك عيالك يا اخويا، من اكلهم ربهم انت وشوف طلباتهم واغسل لهم واطبخ لهم. لو هتمشي يا ست هاني خد عيالك معاكي عشان انا تعبت منكم. اخويا اسمع عم اقول لك، الموضوع ده مش عليا انا. هو انا سايبه لك البيت ليه يا اخويا؟ مش انت مفكر ان انا باخد الطلبات دي كلها ليا انا؟ لا انا سايبه لك البيت عشانك انت وعيالك، وتشوف عيالك اللي بيطلبوا ايه ويقولوا ايه وعايزين ايه. اخس عليك يا مراتي يا حبيبتي، إيه الكلام اللي بتقوليه ده؟ ما معقول اسيب البيت وتمشي؟ احنا لنا غيرك؟ ما نقدرش نعيش من غيرك يا حبيبتي. ما ينفعش تسيبينا وتمشي. انا بهزر معاكي. لا يا اخويا اسمع عم اقول لك، انا عرفت منك ومن عيالك. سلام بقى. يا بابا ماما مشيت وسابتنا يا بابا، انا زعلان يا بابا، ماما سابتنا ومشيت. متزعلش يا حبيبي، شويه وهتيجي. هي زعلانه شويه بعد كده هتيجي. ايوه يا بابا، احنا زعلانين يا ماما سابتنا ومشيت يا بابا. احنا عايزين ماما يا بابا. انت طول الوقت في الشغل وماما هي اللي قاعده معانا. يا حبايبي معلش استحملوا شويه. هي شويه كده تعرف نفسها غلطانه اللي سابت البيت وهترجع. يا حبايبي اصبروا بقى.